السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ولاء احمد ودي قناتي. النهاردة ان شاء الله هعرفكم تعملوا صوص الكراميل التقيل الجميل ابو طعم جميل وحصري في مطبخ اكلك احلى مع ولاء. بمية البطاطا عملت احلى صوص كراميل ما يخطرش على بالك، والطعم روعة والقوام زي ما حضرتك شايفة. قبل ما نبدأ كلامنا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا بينا ندخل الفيديو معانا ونشوف الطريقة بتاعتنا ومكوناتنا ايه. معايا حوالي كوباية ونص سكر، المج الكبير ده بياخد كوباية ونص سكر. طبعا نكون حاطين طاسة ناشفة خالص على النار بتسخن الأول، وانزل بالسكر على طول. لما تحسي من الجوانب كده بدأ السكر يسيح بالمعلقة وهتقلبي، بس تكون معلقة ناشفة ما فيهاش ولا نقطة مية. لو جت نقطة مية على الكراميل واحنا بنسيحه كده هيكتل معاكي وهيبوظ الكراميل معاك. وعلى نار هادية هتسيحي السكر عشان ما يتحرقش منك ويبقى الكراميل بتاعك ممرر. وده ما شاء الله بعد ما ساح السكر معانا هنزل بمكعب من الزبدة بالطريقة دي ما شاء الله. حاجة كده، بس الزبدة المستخدمة زبدة بلدي، اي نوع زبدة عندك او سمنة مش داخلها زيت. بلاش زيت عشان الزيت مش هيديكي طعم كويس ومش هيجمد معاكي الكراميل بتاعنا. كوباية مية البطاطا وهي سخنة، وانا حاطة البطاطا في قلب المية اهو عشان تصدقوا ان انا كنت بسلق بطاطا وخدت كوباية. وطبعا في البطاطا وانا بسلقها بحط سكر، يعني المية دي فيها سكر. ادي البطاطا اهي. اللي وصل معايا الفيديو لغاية هنا ما ينساش يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ليوصلكوا كل جديد من مطبخي. وبعد ما غلي كده معانا شوفوا ما شاء الله لونه فاتح وجميل ازاي، حاجة كده من الاخر. وبقول لكم وبشرح لكم كل حاجة بالتفصيل. هكون بقى محضرة نص كوباية من الحليب او نص كوباية من المية، عليها معلقتين كبار من النشا، ما تزوديش اكتر من كده عشان ما تربطش معاكي اكتر وما يبقى صوص الكراميل تقيل قوي، فمش هيبقى صوص كراميل، ده هيبقى مهلبية. قلبت المكونات كده في بعضها وهنزل مرة واحدة بنص كوباية الحليب اللي عليها النشا، وقلبي كويس بالمضرب اليدوي كده عشان ما يكتلش معاكي. ولو كتل معاكي هتضربيه في الخلاط او بالهند بلندر عشان يبقى كريمي. انا والله ما ضربت حاجة خالص في الخلاط ولا في الهند بلندر، وما شاء الله طلع كريمي من اول مرة. رشة فانيليا سايلة او بودر اللي موجود ومتوفر عندك هتحطيه. شوفوا ما شاء الله القوام تقيل وحلو، وكل ما هيبرد معاكي هيتقل معاكي. هشيله بقى من على النار وهوريه هقرب لك الكاميرا منه عشان تشوفي ما شاء الله لونه وكريمي ازاي وهو على النار. مش هحتاج اضربه بالخلاط او بالهند بلندر، هسيبه بقى يبرد. وقبل لازم يبرد عشان لو فضيتيه في حاجة ازاز ما يتفرقعش منك. شوفوا القوام، انا حبيت اوريهولكوا على المعلقة حتى السيليكون. يلا بقى هنحضر بقى الطبق اللي هنحط فيه. شوفوا ما شاء الله حاجة كده والله روعة وطعمها جميل جدا. ليه تشتريه بالغالي وانت تقدري تعمليه بكوباية سكر؟ هتعملي الكمية دي كلها. شوفي هتروحي تشتري ازازة قد كده بحاجة و30 جنيه، لا انت بالكيس السكر هتعملي كمية كتير. شوفوا القوام تقيل وحاجة كده من الاخر والله، وطعمه جميل جدا. وبعد ما يبرد خالص حابة تحطيه في برطمان ازاز، هتعقمي البرطمان وتنشفيه كويس وحطيه في البرطمان. هو بيقعد معاكي حوالي من اسبوع ل10 ايام في التلاجة. ولو حابة تحتفظي بيه في الديب فريزر عبيه في ازازة الكراميل وحطيه في الديب فريزر لوقت الاستعمال، بيقعد معاكي كتير. وده يا حبايب قلبي كان فيديو النهاردة، واشوف وشكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. كانت معاكم ولاء احمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.